ساعات كده بتقف قدام المراية وتسأل نفسك: هو أنا ليه كل شوية أتعب؟ ليه كل حاجة بتبوظ؟ ليه الناس بتبعد؟ ليه كل حاجة دايما ضدي؟ بس الحقيقة يا صاحبي، مش كل اللي بيحصل ضدك هو فعلا ضدك. أوقات ربنا بيكسر حاجة علشان يبنيك منها من أول وجديد، بيبعد عنك شخص علشان يقربك منه هو، وبيخسرك حاجة علشان يعلمك إن مفيش أمان غير عنده. يعني لما تحس إن الدنيا قفلت، ما تقولش ربنا زعلان مني، لا، قول ربنا بيصلحني. لأن أوقات الابتلاء مش عقاب، أوقات بيبقى إنقاذ. يمكن لو الأمور مشيت زي ما كنت عايز، كنت هتروح لطريق يدمرك. ربنا عارفك أكتر من نفسك، عارف إيه اللي هيكسرك وإيه اللي هيقويك، وعلشان كده بيختار لك اللي يناسبك حتى لو هيوجعك دلوقتي. خدها قاعدة: لو ربنا ابتلاك بحاجة، فده معناه إنه لسه شايف فيك خير يستاهل التعديل. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.